أهلا وسهلا بكم حبيباتي في فيديو جديد على قناتي. اليوم قررت نشارك معكم وصفة من أسهل وألذ الكيكات اللي تقدري تحضريها في هذا الصيف. ما توقفيش بزاف في المطبخ نتاعك لأنه ما تديش مجهود كبير ولا وقت كبير. هذه الكيكة بالتفاح وتنجمي تحضريها بفواكه أخرى، تجي خفيفة وفيها مذاق ممتاز. تبعي معايا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 3 حبات بيض يكونوا كبار. بالنسبة البيض إلا كان صغير ديري 4، مع نص كاس سكر، مع 70 غرام تاع مارغرين دايبة، وعندك 150 غرام تاع فارين مغربلة، مبشور الليمون، وعندك ساشي دو فاني ساشي دو ليفور شيميك اللي هي خميرة الحلويات. فوالا ها هي هنا الفارينة راني ديجا مصفيتها مغربلتها ونعاود نغربلها اون اوتر فوا باش تجي الكيك يجي مهوي من الداخل وخفيف. وهنايا راح نستعملها انا بالتفاح. تنجمي تبدلي الفاكهة اللي تبغيها نتيا، دوك من بعد نقترح عليك مع اي فاكهة تجي بنينة بزاف. فوالا هنايا كيما قلت لكم هاد الوصفة هي المعتمدة عندي سورتو في فصل الصيف. نروحو دروك لطريقة التحضير. هنايا في ان ريسيبيون ولا اناء رايحة ندير البيض مع السكر واللافاني ومبشور الليمون اللي هو زيت دو سيترون. هادو غادي ندربهم بالباتور حتى يولولي بويضين، داكوغ، باش الكيك تاعنا يجي مهوي من داخل ويجي خفيف. تنجمو تستعملوا المضرب اليدوي لو فوي هذاك مانويل، تاني يمد لكم نفس النتيجة. شوفوا هاد المبشور الليمون الاخضر على بالكم فيه ريحة منعشة بزاف. ونزيد السكر اللي هو نص كاس، وبلا ما ننساو القرصة تاع الملحة، هذه حاجة ضرورية في لي غاتو تاوعنا. نص كاس رايح يمد لكم حلاوة معتدلة. هنا بعد ما ضربت تخي بيان هذاك المزيج، شوفوا كيفاش ولا. نزيد 70 غرام تاع مارغرين دايبة. 70 غرام معناتها ابوبخي واحد 2 مغارف كبار تاع مارغرين. خلطتهم بالفوي ورايحة نزيد عليهم لا فارين اللي هي 150 غرام، تجي واحد الكاس وربع تاع فارينة بيان سور. نغربلها ونزيد معاها كيس الخميرة هي لو ساشي دو ليفور شيميك. هادو هما المقادير متواجدين في كل بيت ابار لي فروي، حاجة باينة اللي تشروهم وديروا بهم لو كيك اللي ما غاديش تندموا عليه. قولوا لي حبيباتي شراكم دايرين في هذا الصيف؟ كاش طياب، كاش لي غوسات، كاش بحار، كاش خرجات مع هاد الحمان؟ والله سي ديفيسيل باش الوحده تدخل وتطيب، بصح قاع هكاك نبغوا نديرو بليزير لينا ولعائلاتنا. سورتو انا ما نبغيش نشري صوالح الماكله من برا مع الصيف، نخاف على بالكم بزاف من التسمم. دونك دو بريفيرونس نطيب حاجه في الدار ونختار الوصفات اللي ما يدوليش وقت واللي يكونوا ساهلين. فوالا شوفوا المزيج اللي نتحصلوا عليه، مزيج ما هو تقيل ما هو خفيف. هنا حكمت مول اللي يدخل للفوغ، دهنته بالمارغرين ورشيته بلا فارين ورايحه ندير فيه هذاك الخليط تاع الكيك. على بالكم باللي هاد الكيك هذا ولا هاد المول كي مخدوم بلا مارغرين رايح يجي مختلف تماما على اللي نديروه بالزيت. هنا حكمت حبة واحدة برك تاع تفاحة كبيرة، قشرتها هكا وقطعتها
دي رونديل فريمون ماشي رونديل، هنايا بريسك اون لاميل صغار ورقاق. خرجت لي كميه كبيره وبريسك عمرت لي كاع هذاك المول. بالنسبه للفاكهه اللي تنجمي ديريها ابار التفاح، تنجمي ديري لي بواغ اللي هما الايجاس، تنجمي ديري المشماش تحطيه هكا كنصاص، ولا لي باش اللي هما المشماش. وسورتو بالمشماش رانا في وقته وراه في متناول الجميع، تجي بزاف 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 بنينه بلي باش. راني ديجا سيتها وراح نعاود نسيها ونوريلكم ان شاء الله النتيجه كيفاش تجي دايره. هنايا راح ندخلها في الفوغ اللي يكون مسخن من قبل، بريشوفي الافونس على درجه حراره 180. درتها في الرف الوسطاني كيما راه موضح امامكم في لا فيديو. خليتها شعلت لها من تحت 10 مينوت، وزدت شعلت لها من الفوق ومن تحت او ميم طون مع المروحه واحد 15 مينوت. تما ابوبري دات 25 دقيقه في الفرن. وشوفوا كيفاش خرجت. الحجم تاعها ضاعف غير تما ماشي بزاف، جات في المعقول وحمارت لي تري بيان، دات هذيك لا كولور بيان دوري. هنايا كلمسه اخيره درت لها عسل كنت دوبته. تنجموا ديروا كونفيتور ولا ديروا الناباج باش يعطينا هذيك اللمعه ويزيد لنا تاني في لوغو. في هاد المرحله تنجمي تزيدي لي زاموند ايفيلي ولا اللوز شرائح، وتنجمي ديري تاني اي مكسرات تبغيهم نتيا ولا اللي متواجدين عندك في البيت. كيما انا درت شويه تاع قرقاع اللي هو الجوز ديكوريت به. فوالا. وهذا الكيكه تبغي تنتكل شويه بارده باسكو فيها لي فروي. فوالا التفاح. دونك خليتها شويه تدفى، دخلتها في الفريجيدير ومن بعد عاود خرجتها وحطيتها. تنجموا ترافقوها مع الجو، تاكلوها بالجو ولا بالاتاي. تجي فريمون بنينه 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 لواحد الدرجه ما تتصوروهاش. قلتلكم باسكو لا غوسيت تاع الكيك ديجا راهي مختلفه على اللي موالفين تشوفوهم من قبل. في هذه المرحله حبيبتي الا كملتي معايا لا فيديو ما تنسيش ديري لي جيم وتكتبي لي التعليق وتبارطاجي لا غوسيت مع حباباتك. وتاني ما تنسيش ديري لي اشتراك في القناه باش يوصلك كل جديد. فوالا ها هو الشكل تاعها كيفاش جا من الداخل.